ما عايز يخليك وهو مش وصاحبك مش عاوز يكتب قايمه ليه؟ خايف. افرش انت بيتك باللي تقدر عليه. طب الراجل ده عاوز يحفظ حق بنته شرعا، انا بقول لكل واحد طالع من زوجها شرعا يجب عليه. السلام عليكم يا اسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول لي صاحبك عنده مشكله وخلاص هو المفروض فرحه قرب والموضوع بدأ يتفشكل وانت مش عارف ايه الصح في الموضوع وتنصحه بايه؟ هو صاحبي دلوقتي يعني فرحه قرب وحماه عايز يخليه يكتب قايمة وهو مش عايز يكتب قايمة. عايز يكتب قايمه. وانا بصراحة يعني مش عارف انصحه بايه ولا اقول له ايه. طيب هو السؤال المهم، صاحبك هو اللي فارش البيت كله ولا هم عاملينها بالنص مع بعض؟ للاسف لا، بالنص طبعا. هو عليه جايب اوضه النوم، جايب اوضة نوم والحاجة والمطبخ. والحاجات تمام. وصاحبك مش عاوز يكتب قايمه ليه؟ خايف من حوار القايمة ده. هي بعد كده ترفع قايمه وبتاع لو حصلت خلافات يعني. بص، هي مشكله القايمه حصل فيها الفتره اللي فاتت لغط كبير جدا للاسف. كتير من الشباب مش فاهم يعني في ناس بتطلع تتكلم يا جماعه ما تكتبوش قايمه، بس اللي بيطلع ويقول يا جماعه ما تكتبوش قايمه قصده افرش انت بيتك باللي تقدر عليه. انا رايح اتجوز، خبطت على باب واحد وقلت له والله انا عاوز بنت. الراجل قال لي اهلا وسهلا اتفضل. قول لي والله انت هتجيب ايه وانا هجيب ايه؟ قول له والله لا انا هفرش بيتي على قد امكانياتي ومش هكتب قايمه. الراجل ده عاوز يحفظ حق بنت، كان هيجهزها ب 100,000 ب 200,000 ب 250,000، يجيب الفلوس اللي كان هيجهز بها بنته يجيب لها شويه ذهب ويشيلهم على جنب. اللي حصلت ظروف هي بيتها يعني مشى مستقر والحياه بقت جميله، يبقى لو عاوزه تاخد الفلوس دي تصرفها في بيتها على اولادها او تشتري حاجه لنفسها كان بها، عاوزه تحتفظ بيهم تحوشهم مفيش مشكله. حصلت مشكله والحياه ما استمرتش واتطلقت، يعني لو حصل وقدر ربنا ان هي تطلق يبقى معاها فلوسها في جيبها تقدر تتسند عليها. صح. انما ان الراجل اروح بيت واطلب بنته وهو يجهز التجهيزات دي كلها ويصرف المصاريف دي كلها واقول له مش هكتب لك قايمه، مفيش حد بيقول كده. فانت لازم تاخد الموضوع كامل. مش هتكتب قايمه، كلف بيتك انت وده صح. انما الراجل هيجيب لك حاجات بيتك انت تستفيد بيها مش عايز تكتب قايمه، هذا ظلم. طب الاشكال اللي موجود هنا ايه بقى يا اسلام؟ هو بيقول دلوقتي لو انا كاتب قايمه، انا مثلا جايب حاجات ب 200,000 وهي جايبه حاجات ب 200,000، كاتبين قايمه، جت هي عاوزه تتطلق، هي اللي رغبت في الطلاق او عاوزه ورفعت خلع في المحكمه، بتتنازل عن المؤخر حقوقها بقى الشرعيه، عن نفقه العده نفقه المتعه، وما بتتنازلش عن القايمه لان القايمه حق مدني وليس شرعي، لانه بيبقى واخدها على اساس الامانه كانها ايصال امانه عنده. أيوة. وهنا المشكله بقى المعضله الحقيقيه، المفروض دي بقى رساله لكل واحده بتفكر تتطلق. انت لما الراجل ده دخل بيتكم قدم لك مهر، المهر ده عباره عن الشبكه اللي انت لابساها والمؤخر اللي موجود في العقد وكمان الجزء بتاعه اللي هو جايبه في القايمه، الجزء اللي هو جابه في القايمه ده يعتبر مهر. تمام؟ فانت راغبت في الطلاق وانت اللي عاوزه تسيب البيت وتمشي، كرهت الحياه، المفروض بترجعي له المهر بتاعه، بترجعي له النص بتاعه اللي هو لو جايب اوضه نوم وجايب شويه حاجات، خد حاجتك وهات لي حاجه. ده الشرع، ده اللي المفروض يحصل، ودي المعضله اللي صاحبك خايف منها. يعني المفروض لما البنت تيجي تتطلق او قدر ربنا والحياه استحالت بينهم يسيب الجزء بتاعه، ما تاخدش القايمه كلها على بعض. فلذلك الشباب بيبقى خايف. وهنا بقى احنا بنقترح حل، بس طبعا الحل ده علشان لسه جديد ويمكن انا اول مره هقوله، ممكن ناس كتير جدا تستغرب. انا بقترح ان يكون في قايمتين، الجزء بتاع البنت اللي هي جايباه يتكتب في قايمه لوحده ويتكتب على انه ايصال امان، في حاله ان هو طلقها هي هتاخد الحاجه دي، والجزء اللي الولد جابه يتكتب بيه عقد. فلو الولد هو اللي طلق يبقى من حق البنت، لو البنت هي اللي طلبت الطلاق او رفعت خلع يبقى هو موجود في بيته محدش يقدر يقول له هدى. سالت محامي بالفعل واخدت رايه في الناحيه دي، فقال لي ده ممكن انه هيبقى كانه عقد اتفاق بين طرف. الجزء الاول قايمه باسم البنت مكتوب عليها ان ده على سبيل الامانه، ده بيضمن حقها بنسبه 100% لانها سواء قعدت في البيت او اتطلقت ده حقها هي اللي جايباه. والجزء الثاني اللي هو جهز بيه البيت يبقى عقد اتفاق منصوص فيه ان لو البنت رغبت في الطلاق فهي تنازلت عن حقها في هذا التجهيز، ولو هو اللي طلق يبقى ده من حق البنت تعويضا لها عما وقع عليها من ضرر، وده هيبقى كده ضمن حق الطرفين. ولكن انا مش عارف مدى تقبل الناس للموضوع ده، ولكن بنصح كل شاب طالما انت دخلت البيت وهم هيجهزوا نص البيت وانت هتجهز النص الاخر، اكتب قايمه، بس اكتب قايمه بالحاجه اللي جت. يعني في ناس بتبقوا جايبين حاجات مثلا ب 300 400 الف تبقوا قايمه بمليون، جايبين قايمه بحاجات ب 200 الف تبقوا قايمه بنص مليون. لا، يعني اكتب الحاجات اللي جت بالفعل. الزياده ده يعني ملوش، لان انت بتبقى ماضي في الاخر على ايصال امانه وده مش هيكون سبب لاصلاح الحياه الزوجيه. فانا بنصح صاحبك ان هو يبقى فاهم طبيعه
الحياه، ما يقولش انا مش كاتب قايمه. طب ايه اللي يضمن للناس حقهم؟ انت خايف من المستقبل، واكيد هم خايفين كمان من اللي هيحصل في المستقبل، فلازم تبقوا قايمه. احنا بنقول كده لكل شاب، انت مقبل على الزواج جهز بيتك كامل وما تكتبش قايمه، انت كده راجل 100%. طب انت ما عندكش المقدره وهتمشي بعرف الناس وهم يجهزوا النص وانت تجهز النص، لازم تكتب قايمه. طيب لو البنت دي خلعته او فكرت في الطلاق، المفروض تتنازل شرعا. انا بقول لكل واحده تختلع من زوجها شرعا يجب عليك ان ترد عليه المهر، واللي قال لازم نكتب قايمه قالوا انها جزء من المهر، فلازم ترجعي له حقه والا يصبح مال حرام لا يجوز. ربنا يسعد البيوت اجمعين. ما وصلش اصلا لمساله القايمه ولا الطلاق ولا الانفصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.